السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم يا الغاليات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير عليكم. اليوم جبت لكم هذه المملحات اللي راهي دايره حالة على مواقع التواصل الاجتماعي. حبيت نجربها ولقيت النتيجة انها اروع مما يكون. على هذا قلت والله غنديرها لكم. جربوا هاي البنات هذه الوصفة بدون عجين. نتمنى فقط تتبعوا للأخير باش نستفادوا. وأول ما نستهل به كالعادة هو الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة نبداو بها هي الحشو. حطينا شوية زيت في المقلاة. جبت نصف صدر دجاج كما شفتوا قطعته إلى قطع صغيرة. يعني هنا سيت طيبته نص طياب هكذا هو الأولاني مع شوية تاع الملح. وجبنا حبة تاع بصل كبيرة قطعتها إلى قطع صغيرة مع زوج حبات يكونوا متوسطين تاع فلفل حلو مع شوية تاع توم شوية تاع الملح. في الأول درت غير شوية برك ودوكا درت يعني زدت الملح هكذا وما نزيدش ونضيفوا التوابل اللي قعدوا. نديروا شويه فلفل الكحل شويه كركم شويه مسكنجبير شويه فلفل عكري حار. وتقدروا ديروا شويه توابل الدجاج هكذا ونخليهم حتى يذبالوا معنا ويطيب معنا هذاك الدجاج. نروحوا نحضروا كريمه الجبن مع بعض. حطيت هنا كاس حليب. حطيت كميه لاباس عليها من الجبن. هنا تحبوا هنا جبن مبشور ولا جبن دايب كما درت انا. شويه فلفل الكحل وشويه تاع ملح. خليتهم يعني تقلتهم شويه فوق النار ورجعتهم على الخليط. هنا كي ديروا على الخليط خلوه يعني يتقالى معاكم ياخذ وقته حتى ينشف الخليط تاعنا. نروحوا للمرحله الثانيه نجيبوا هنا خبز التورتيلا. قلت لكم يعني هذه الوصفه بدون عجين. نقسم يعني كل وحده على 4 كما راكم تشوفوا. ونبداو نشكلوا في الكورني تاعنا باستعمال هذا الغراء الطبيعي اللي درناه بثلث مغارف هكذا تاع الفارينه مع شويه تاع الماء نخلط مليح حتى نتحصل على هاد اللصقه. ونبدا ندور في الكورني تاعنا كما راكم تشوفوا. ونحاول اني نضغط عليهم من الاسفل وفي الاطراف باش ما يتحلوش معايا هكذا حتى نكمل كامل الكميه. صدقوني يعني ما راح تدي لكم وقت كبير هذه الوصفه خاصه اذا درتوا يعني كميه قليله هكذا يعني بدون عجين. وصدقوني راح تعجبهم والنتيجه راح تكون اكثر من رائعه. هنا نروح للمرحله الثانيه. بهذاك الغراء بهذيك الفارينه اللي راكم تشوفوا درت هنايا دهنت هاد لي كورني. ومن بعد رمدناهم في الشوفان. هنا داك حيعطي لك من بعد واحد التحميره على لي كورني تاعك هايله. هاهم لي كورني تاعي وجدناهم. دوك نروحوا نقليوهم مع بعض. وحاولوا انهم يبقاو محلولين يعني في كل مرة ضغطوا عليهم هكذا على الأطراف. هذه المرحلة ما راحش تشد معاك وقت يعني تم راح يتحمروا معاكم ثواني ونحيهم. شوفوا الخليط تاعنا بعد ما نشف يعني هنا خليته تجمر فوق النار ومن بعد خليته حتى يبرد. كي برد هنا ضفت كمية لاباس بها من المعدنوس اللي راح تعطي له نكهة خاصة. ونبدأ نعمر في الكورني تاعي. وهنا نجيبو ملعقة صغيرة ونضغط عليهم على الحشو يعني من الأعلى باش يوصلنا لتحت ويجي الكورني تاعنا معمر مليح كيما راكم تشاهدوا. وإذا لاحظتوا معايا هذا الحشو تاعنا ماشي ناشف يخلي المملحات دايما يعني تقعد طرية حتى ودبات معك. يعني نتمنى أنه تجربوا الوصفة لأنها فعلا تستحق التجربة. ومع زدت قليت لها شوية تاع الفريت. وهاي النتيجة أمامكم. جربوا هاي البنات. راه ماهيش حتستغرق معكم وقت طويل خاصة إذا درتوا كمية قليلة. نتمنى أن وصفة اليوم تكون عجبتكم. إذا عجبتكم ما تنسونيش باللايك واللي زارت قناتي لأول مرة تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها أي جديد. وإن شاء الله نتلاقاو في أقرب فرصة مع وصفات أخرى في مملكة الطبخ والتدابير. سلام.